والله نسيت كنت ببدأ الفيديوهات ازاي. المهم اهلا بيكم في فيديو جديد، اول فيديو تقريبا من شهر. معانا النهارده تراكين مالهمش اي 60 لازمه، مش تقليلا منهم، هم تراكات جامده عادي، بس انا بتكلم ان هم مش محتاجين تحليل يعني. فلو وراك حاجه روح اعملها عشان ما ابقاش معطلك على الفاضي. وبالنسبه للناس الكتير جدا اللي سالوني انا مختفي ليه في الفتره اللي فاتت، فالحقيقه كنت مختفي بسبب اليورو. كنت بغطي اليورو على قناة الكورة اللي هي حرفيا اسمها قناة الكورة. فلو يعني انت مش مشترك روح اعمل سبسكرايب وشوف اخر فيديو عشان نعدي الشروط في القناة التانية دي عشان افضلكم بقى هنا. وطبعا انا زعلان منكم عشان محدش سألني انا مختفي ليه، يعني سيبك من الكذب اللي انا كنت بكذبه من شوية. فشكرا لاخواتي او اللي كنت فاكرهم اخواتي. ما علينا، النهارده معانا تراك ابو الانوار اللي لسه نازل امبارح او اول امبارح، معرفش انا نازل الفيديو امتى، اللي هو ايام بتفوت. ومعانا تراك ابي يوسف اللي لسه نازل وقت ما انا بسجل الفيديو، عصابات. والتراك ده ملوش اي علاقة بالعصابات ولا باسمه. فالمهم يعني التراكين مفهومش كلام كتير. فقبل ما نبدا كلام عن التراكات عايزين بس الاول نقول للي مش متابع ان في حركه غريبه كده مريبه في الراب سين. مش عارف، مروان موسى مضى مع بيتروت، وهو بقول مضى مع بيتروت زي ما يكون لاعب كوره يعني، عشان احنا في الميركاتو ده اولا، وعشان تروح تعمل سبسكرايب لقناه الكوره، والاهم بقى عشان هو فعلا متصور على طريقه قناه الكوره هو عفروتو. غير كده بقى بنشوف مروان بابلو بينزل ستوري لابي يوسف، يعني ستوري عليها تراك ماجد المصري بتاع ابي يوسف. فقلنا عادي يعني في شوت اوت متبادل ما بين ابي يوسف ومروان بابلو بقاله فتره. والعكس بقى، ابي يوسف منزل بوست في تراك لمروان بابلو، فماشي انا متفاهم ده جدا. بس كمان مروان موسى اللي هو الخصم الرئيسي او التاني مثلا بعد ويجز مروان بابلو منزل بوست في صورته عادي، ومروان بابلو عمل له كومنت بتاع بوم وكده، فاهم؟ فهنا بقى حصل شويه جدل، هل ان كل الحوارات اللي هي بتاعت البيفات دي فيك واحنا اتضحك علينا؟ مبدئيا فرضا ان الكلام ده صح، فرضا يعني انت خسرت ايه؟ دفعت فلوس من جيبك يعني، دفعت وقت مثلا يعني، ما انت كده تسمع التراكات. ايه الحاجه اللي انت خسرتها؟ ايه الحاجه اللي انت متضايق ان ضحك عليك يعني، ان هم استغفلوك؟ هي معتبرها بلوت تويست. وبعدين ما انت من الاول اصلا بتاع نظريه المؤامره، انت بتقول الكلام ده وبتقول ان هم متفقين يعني. فمش فاهم الصراحه. هو عموما اللي انا مقتنع بيه او اللي انا شايف ان هو واقعي اكتر، ان هم كانوا متخانقين، والمشاكل دي هم كانوا بيكبروها لانها كانت مشاكل تافهه يعني، بس هم كانوا بيكبروها عشان بس يستغلوها في ان هم يعملوا بيف، ومن غير اتفاق. مفيش حد هيقول البيف لا كده كده، عشان ده بيساعد ان هم يبقوا ترند وينتشروا اكتر. وهي حاجه اصلا في ثقافه الراب، وحاجه في غريزه كل رابر ان هو بيحب ان هو يخش بفات او على الاقل ينكش يعني. فبسبب الشركات وبسبب المصالح وكده اتصالحوا بس. فمش لازم ينزلوا تراكات يقولوا فيها ان هم اتصالحوا، او مثلا مش لازم يعملوا فيديو وهم قاعدين قعده صلح. لا، الصلح ده بيتم في سريه تماما، حاجه مش مهم ان احنا نتكلم عنها يعني. فبما انهم اتصالحوا هيبدا بقى غالبا هيبداوا يعملوا تعاونات، او مثلا على الاقل هيبقى في ريسبكت متبادل يعني. مش دفاع عنهم والله يعني، بس حوار ان البيفات دي كانت متفيكه يعني، ما مش شرط يا جدعان. وغير كده بقى منتظر منهم ان هو الفتره الجايه يبقى في شقلبه كتير، لان الراب الريتش بتاعه ميت، فلازم يعني يرجعوا الريتش باي حاجه. ما علينا عشان طولنا في النقطه دي كتير، نروح بقى للتراكات. واول تراك معانا هو تراك ابي يوسف، عشان هو مفيش كلام خالص، فهنقول عنه كلمتين ونص تقريبا. طيب البيت متسامبل فيه اغنيه اصاله اللي هي شامخ، والبوستر بتاع التراك اصلا صوره اصاله مين؟ انا نسيت بعمل فيديوهات ازاي عموما، رغم اني كنت بعمل فيديوهات كوره، بس يعني الشخصيتين ما يعرفوش حاجه عن بعض. المهم فايه الصوره والبيت، انا استنتجت حاجه هي مش شرط تكون صح، بس ده اللي انا استنتجته. ابو يوسف كان بيقول ان هو بيحب يغني اكتر ما بيحب يراب، ومن قريب كان لسه بيقول ان هو هيعتزل الراب اصلا وهيبدا بقى ان هو ايه يغني بس. فبما انه دخل في حته الغنى دي بقى بره عن الراب، هو في الراب كان بينكش على طول يعني. الراب بالنسبه له ان هو يقعد ينكش في كل الناس اللي بتغني راب في العالم، انت فاهم؟ فخلص بقى الحته دي دخل على حته الغنى، فبنفس الطريقه بيدس بقى اصاله، فاهم؟ لان دي المنافسه الجديده بتاعته في السكه دي او في الحته دي. ده اللي انا فهمته من البوستر لان هو اصلا حاطط نيكس وتشريع على بقها، فاهم؟ فاللي هو ايه بيعلم عليها، مش حته مثلا ان هو بيديها ريسبكت مثلا بان هو بيسمبل لها تراك، او مش شرط يعني، فاهم؟ انا بهبد عموما. ده اللي انا عايز اقوله عن تراك اصاله. ما اعتقدش ان في كلام تاني اتقال. تيجي تاني بمليون واشوفش انه ما كنش الجود. دلوقتي نروح لتراك ابو الانوار ايام ده مخك من ذهب لمخك في ذهب، ما اظنش تفكيرك في الماضي هيرجع يصلح الشيء اللي ذهب. طبعا مش حلال البربر التراك، كل الكلام اللي فيه واضح. انا مقموص اصلا يعني، انا مختفي كل فتره دي عشان مقموص. اخر تراكين الناس كانت بتقول كومنتات سلبيه. طبعا الناس دي مش اصلا مش فانز للقناه يعني، انتوا ما تكونوش ذنب بصراحه، انا عارف. اخر تراكين كان عن بابلو والجوكر، فمعظم الناس اللي بتيجي من تحليلات تراكات الجوكر ما بتبقاش اصلا فانز راب، او ما بتبقاش فانز، مش قصدي كل فانز الجوكر بس يعني الفئه الاكبر لا اصلا فانز راب ولا فانز عندي على القناه. نفس الكلام لاغلب جمهور بابلو.
عشان كده بلاقي الكومنتات كلها ايه اجريسيف قوي، واللي هو مش عارف هم داخلين يتخانقوا ليه اساسا، او عايزين يسمعوا الكلام فلما ما بيسمعوش بيتضايقوا. فعموما يعني زي ما قلت لك من اول الفيديو ده، الفيديو ما فيهوش تحليل، التراكات ما فيهاش حاجه، فمش حل البار. بس البار ده بجد استوقفني ان هو بار جامد يعني. اللي هو هنا في الجزء ده عموما انا بار بيكلم نفسه، فبيقول لنفسه ان انت مخك من ذهب، ليه مخك في ذهب يعني، فاهم؟ اللي هو يلا انت دماغك حلوه بس انت اللي مسوح نفسك، او انت اللي مش مركز على شغلك، او بتستهبل يعني، او في حاجه في السكه دي يعني. مش عارف اشرح، انا نسيت التحليل كان بيتعمل ازاي. مش محسود من غير موجود في الحيط مهبوط فلبستك بوت وانا مش مبسوط انتم في بوت روحوا لنا. يا ولد يا ولد يا ولد ابو الانوار، كلمه السر اللي انا قلتها قبل كده كذا مره في كل الفيديوهات تقريبا، ان عشان تعمل فلو جامد لازم تبقى اصلا كتابتك جامده، او تعبان في الكتابه، او في ريمات كتير، وكل ده ابو الانوار عمله. عشان كده شايفين الفلو الجامد ده، او يعني سامعين، بس هو كليب فما مش مهم. ان انا اصدق كومنت من عيل بريال على صفحه للراب، اهبل يقول لي ان كتابتي مش حلوه فصدق كلامه ويجي لي اكتئاب. الحمد لله ان هو قال كومنت ما قالش فيديو. لا بس يعني احنا بقالنا اكتر من سنه اهو، انا وابو الانوار اخوات، وكل تلات اشاعات والكلام ده، لان فعلا ابو الانوار في السنه دي او في الاكتر من سنه يعني سنه ونص سنتين، هو بجد مستواه بقى فيه طفره يعني. في كده السهم كان طالع لفوق، لا طلع لفوق قوي بقى يعني. المهم ان هو بقى بجد جامد، وبقى بيتعب في الكتابه، ما بيبقاش بيستسهل. انا لسه مصمم على رايي اللي انا كنت بقوله زمان، انا ما كنتش غلط. ابو الانوار فعلا زمان من سنتين كده كان بيستسهل بشكل مش طبيعي في الكتابه، او على الاقل انا شايف ان كتابته كانت سهله. ممكن يكون اتطور، ممكن يكون بقى بيكتب بضمير اكتر، معرفش، بس فعلا هو مستواه اختلف. انا في نقطه بس بتضايقني في ابو الانوار، ان هو بيرد على الفانز. لو انا بنتقدك فانت عندك حل من الاثنين، يا تتجاهلني يا تاخد كلامي في ان هو يخليك تتقدم اكتر، فاهم؟ سواء مثلا انت تحس ان انا حاقد عليك فانت بتعمل كاش توريد ان انت احسن من كده، فاهم؟ او مثلا ان انت تصدق الكلام فعلا ان انت فعلا مستواك وحش، فانت بتطور برضه عشان تثبت العكس، فاهم؟ فايا كان يعني حوار ان انت كذا تراك، لا بجد تراكات كتير تقعد ترد على الفانز، فالموضوع ممكن يكون حلو في مره او اتنين. انا ما عنديش مشكله ان انت تهاجم جمهور خصمك مثلا، دي بحبها، بحس ان انت فاهم، هي مش بروفيشنال برضه بس بحب الحاجات دي. لكن انت تهاجم جمهورك او الجمهور اللي هو بيقول رايه فيك، مش بحبها، ما ببلعهاش الصراحه. ده رايي. والتاني حاجه برضه في النقطه دي، هو ليه قال على بيج راب يعني؟ دي ما قالش كومنت عموما يعني. انا بحس ان في اهتمام مش طبيعي من ابي يوسف وابو انوار، ومش قصدي اي هجوم يعني عموما. يعني الناس بتتهم ان انا بطبل المكسيك، فارجو من فانز المكسيك ان هم يعتبروني واحد منهم، هو بقى خلاص الناس حسبوني عليكم. انا بتكلم من غير اي انحياز، بس بحس فعلا ان في هجوم مبالغ فيه على بيجات الراب اللي انا بكرهها جدا. فالهجوم ده مش مهم، انتوا عاملين لهم قيمه بجد يعني، همشوهم. انا مش فاهم اصلا ايه فايده صفحات الراب. ما علينا، نكمل. بتقز بدقة على البد مع بت وبتشد شت حاجة. يا اسطى السويتشات طرش بجد، من اكتر السويتشات المظبوطه اللي شفتها في حياتي اساسا. والفيرس التاني كده من دخلته باين قوي ان هو هيبقى حاجه قمه الفجر، بادئ زي بدء يعني. بس باين بقى ان هو ايه مع البت والتوبيك الاساسي لابو انوار. تفتح مطعم تعمل برجر وانا هنفعك جاي في بيف وهعمل اوردر. بص انا في العادي كنت اقول لك الورد بلاي دي مستهلكه قوي يا ابو الانوار، ويعني وانت نفسك قلتها مرتين تلاته قبل كده، بس هو اكيد عارف انها مستهلكه، فهعديها عشان الصياغه او عشان السياق البارات اللي احنا بنتكلم فيه. ابو الانوار ما تعديهاش يا عم، هتعمل ايه يعني؟ مش عارف والله. جولك شوربه بيل شرطك نصتك مكعبل وانت فاكره مجلس شرطك. في وورد بلاي بتاعت سليم زي شادي وبتاع ماشي، واعتقد واضحه. وفي برضو كان قال تيمي تيرنر وتيمو فيرنر، دي اسامي كنت هقول لك ان دي شخصيه كرتونيه وان ده لاعب كوره. كل ده انا مش هعمله عموما، مش هوضح الحاجات دي عشان لسه مقموص من الفيديوهين اللي فاتوا، مش عارف انا بعمل ايه بس ماشي. عمال بسول وانت فكر ان كومنتك السلبي هيهزني، بالعكس بشتغل اكتر بعمل هيت فبختني. بس بجد الفيرس التاني حوار بالنسبه لي. انا بعشق النوع ده من التراكات، او بعشق النوع ده من البيتات عموما، وكمان ابو انوار مخليه جامد عموما. هو هنا بيتكلم عن نفس النقطه اللي كنا لسه بنتكلم عنها، عن حوار ان هو الكومنتات السلبيه. انا بتضايق الصراحه لما بحس ان في حد مضغوط نفسيا من الكومنتات دي. يا عم لا فكك، لا ثانيه بس واخد بالي والله بجد. قاعد بتكلم ان انا مقموص من كومنتات الفيديوهين اللي فاتوا ماشي. لا انا بجد اصلا اكتر انسان في العالم اتشتم في فيديوهات. انا اشهر فيديو ليا اتشهر بسبب الشتايم اساسا يعني. الناس كانت بتشتمني اللي هو انت ازاي مش حاطط احمد مكي في الفيديو والجو ده. فلا انا مش بتاثر بالكومنتات السلبيه، بس انا اتحججت الصراحه بالحوار ده يعني. انا بهزر عموما، اكيد مش متاثر يعني. مش هزعل من كومنت واحد بيقول لي تراك مروان بابلو بتاع يوم الاربعاء حلو وانا بقول ان هو وحش يعني. دي اختلاف وجهات نظر اصلا يعني، مش حاجه تزعلني يعني. في ناس كانت بتشتمني بجد في فيديوهات وكنت بعديها، لا وكنت بفرح كمان اللي هو اشتم اكتر يا اسطى بس زود الكومنتات. اصل في الاخر ده واحد قاعد ورا شاشه
وحشه وانت ما تعرفش ايه عقليته اصلا. وغالبا عقليته دي اصلا اللي بتخليه يخصص وقت ان هو يشتمك. عقليه تفرح ان هو بيشتمك اصلا، ان هو لو دعمك او يعني قال لك كلام حلو انت تخاف بقى، تخاف تحس ان انت لا انت ماشي غلط. ولو زميلنا يبقى منا الواد ده بيفستكوا في تراكاته وبيديكوا حنه. الحته دي اشرحها من باب الثقافه الادمانيه. الواد ده بيفستكوا وبيديكوا حنه، اللي هو ايه؟ اللي هو الحشيش الفيستك بيبقى حنه يعني، فاهم؟ الناس النصابه ربنا ينتقم منهم بيجيبوا الحنه ويبيعوها على انها حشيش او يخلطوها مع الحشيش يعني. بص هو انا صراحه بحاول اعمل نفسي شبح وخطر وفاهم، بس انا مش فاهم حاجه، فما علينا نكمل. عندي علامة استفهام، هل تظن اني شخص بيفرق له الكلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاجابه على السؤال ده جدا. يعني انت عامل 50 تراك بترد فيهم على الكومنتات السلبيه وعايز تقنعني ان انت الكلام ما بيفرقلكش. بص هو في فرق بين ان الكلام يفرق لك بان هو ياثر عليك نفسيا بشكل يخليك مش عارف تعمل تراكات، او بشكل يحبطك او يخليك مش عايز تكمل في المجال ده. لا الصراحه ابو نور مش كده. ابو نور الكومنتات بتخليه يبقى احسن يعني. ده اللي انا لاحظته، ان هو بسبب تقريبا الكومنتات الكتير اللي بتشتمه هو بيبقى احسن وبيتطور. فدي حاجه كويسه مش حاجه وحشه. ما علينا. اكتر حاجه عجباني في الكليب ده كله شال فلسطيني لابو نور، مش نفس الشال، هو بيغير الشال بس يعني ظهر بيه في الكليب كله. فبجد حاجه قمه العظمه. وبالمناسبه دي يا ريت ما تزهقوش من الكلام عن فلسطين، يا ريت ما تبطلوش الكلام عن فلسطين. وبس ده كان فيديو سريع وخفيف كده، مش محتاج ان انا اطول في الكلام. لايك وسبسكرايب وفولو على الانستجرام، وسبسكرايب للقناه بتاعت الكوره ما تنساش، اسمها قناه الكوره. ما تسرش عنها، مش هتلاقيها اصلا، لسه ما جابتش ريتش. هتلاقيها في الديسكريبشن وفي اول كومنت لو افتكرت احطها في الكلام ده اساسا. وبس اشوفكم فيديو جديد، سلام. وبالمناسبه انا بعاني اصلا عشان اسجل فيديو، بسجله الساعه 3 الفجر وعندي شغل الساعه 7 الصبح، مش 7 يعني، بس حابب اعمل دراما. هو الساعه 10 عادي بس برضه بدري فاهم. فايا كان الفيديو ينزل متاخر، بس انا عانيت عشان انزله مش متاخر قوي. برضه الصراحه ملوش لازمه بس كان لازم اقول. بس